أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنلعب دور المحققين بس في عالم اللغة الإنجليزية. سوا هنحل لغز بسيط بس بيحير ناس كتير، وهنكتشف آلة زمن لغوية كده هتخلينا نرجع بالوقت ونعرف نحكي أي قصة بترتيبها الصح من غير أي لخبطة. جاهزين؟ يلا بينا. خلونا نبدأ اللغز بتاعنا بالجملة دي بتقول: أنا وصلت المحطة لما القطر مشي. تفتكروا اللي بيتكلم ده لحق القطر ولا فاته؟ الحقيقة إن الجملة دي لوحدها كده غامضة جدا، يعني ممكن تتفهم بالمعنيين. المشكلة كلها إن الجملة ممكن يكون معناها إن الشخص وصل الأول وبعدين القطر اتحرك، وفي الحالة دي يبقى برافو عليه لحق القطر. وممكن برضه يكون معناها إن القطر هو اللي مشي الأول وبعدين هو وصل، وساعتها للأسف القطر فاته. يعني جملة واحدة بسيطة ممكن تعمل كل الحيرة دي. طيب والحل إيه عشان نخلص من الحيرة دي؟ هنا بقى بيجي دور بطل الشرح بتاعنا النهاردة، زمن الماضي التام أو الباست بيرفكت. اعتبروه كده آلة الزمن بتاعتنا في اللغة، الأداة السحرية اللي هتخلينا نرجع بالوقت ونعرف بالظبط إيه اللي حصل قبل إيه. الماضي التام ده ببساطة شديدة هو زمن بنستخدمه لما نكون بنتكلم عن حدثين حصلوا في الماضي وعاوزين نوضح إن واحد فيهم حصل قبل التاني. تكوينه أسهل حاجة في الدنيا. بنستخدم كلمة had وبيجي بعديها الفعل في التصريف الثالث اللي هو الباست participle، يعني زي played، gone، seen، eaten، الأفعال اللي احنا عارفينها دي. دلوقتي بقى يلا نستخدم آلة الزمن بتاعتنا عشان نحل لغز القطر. لو عايزين نقول إن القطر فاته هنقول when I arrived the train had left. استخدامنا لكلمة had هنا بيوضح إن مغادرة القطر هي الحدث الأقدم، هو اللي حصل الأول. لكن بقى لو لحقوا ممكن نقول after I had arrived the train left. هنا وصوله هو اللي حصل الأول. شايفين إزاي بكلمة واحدة بس اللي هي had الجملة بقت واضحة 100% وما فيهاش أي مجال للشك؟ وبصوا معايا على الخط الزمني ده عشان نفهم أكتر سيناريو فاتني القطر. الحدث الأولاني اللي حصل الساعة 10 بالظبط هو إن القطر مشي، وعشان ده الحدث الأقدم بنستخدم معاه الماضي التام The train had left. أما الحدث التاني اللي هو وصولي أنا فده حصل بعده ب5 دقايق وبنستخدم معاه الماضي البسيط العادي I arrived. طيب عشان نبني القصة بتاعتنا صح ونربط الأحداث دي ببعض في شوية كلمات سر زمنية بتساعدنا. الكلمات دي هي الروابط اللي بتنظم الجملة وبتوضح لنا الترتيب. النوع الأول من كلمات السر دي زي after و as soon as و because بيجي بعدهم على طول الحدث الأول اللي هو في الماضي التام. يعني أول ما تشوف كلمة من دول اعرف إن الجملة اللي بعدها على طول هتحتاج had. القاعدة بسيطة، كلمة السر بعدها جملة الماضي التام وبعدين فاصلة وبعدين جملة الماضي البسيط. النوع التاني بقى بيعمل العكس تماماً. كلمات زي before و by the time بيجي بعدهم الحدث التاني، الأحدث اللي هو في الماضي البسيط. والجملة التانية اللي بتحكي عن الحدث الأقدم هي اللي بتكون في الماضي التام، يعني دول بيشقلبوا الترتيب. وفي كلمة سر مهمة وليها تركيبة خاصة شوية، until. دي غالباً بيجي قبلها جملة في الماضي البسيط بس بتكون منفية، يعني فيها didn't، وبعدها بتيجي جملة الماضي التام. زي المثال ده: أنا ما بدأتش أطبخ لغاية ما كنت خلصت تسوق. يعني التسوق هو اللي حصل الأول had gone وبعدين الطبخ بدأ. تمام أوي، كده فهمنا إزاي نرتب الأحداث اللي حصلت ورا بعض. خلونا ندخل في تفصيلة أدق شوية في تحقيقنا اللغوي ده. يا ترى الحدث الأول ده خلص وانتهى تماماً ولا كان لسه مستمر لفترة قبل ما الحدث التاني يحصل؟ هنا بنقارن بين الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. بصوا على الجدول. أولاً التكوين مختلف. المستمر بنستخدم فيه had been والفعل فيه ing. والأهم من التكوين هو التركيز. البسيط بيركز على النتيجة، إن الفعل اكتمل وخلص، زي he had played 3 games، يعني لعب 3 ماتشات وخلاص. أما المستمر فبيركز على المدة، إن الفعل فضل شغال فترة، زي he had been playing for hours، يعني كان عمال يلعب بقاله ساعات. بس خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، في أفعال معينة ما ينفعش أبداً تيجي في أي زمن مستمر، بنسميها الأفعال الممنوعة أو أفعال الحالة. دي أفعال بتوصف حالة ثابتة مش حركة، زي أفعال الحواس زي see، والتفكير زي know، والمشاعر زي love، والامتلاك زي have. ببساطة كده ما ينفعش تقول أنا كنت عمال أعرف أو كنت عمال أحب، مش منطقية. يعني فعل زي believe اللي معناه يؤمن أو يصدق، ده بيعبر عن شعور أو فكرة ثابتة. الصح نقول Before I met her, I had never believed in love. ما ينفعش أبداً نستخدم الماضي التام المستمر هنا ونقول I had never been believing. دي غلطة شائعة جداً ولازم ناخد بالنا منها كويس. ودلوقتي بعد ما جمعنا كل أدوات التحقيق اللغوية بتاعتنا،
يلا بينا نستخدمها عشان نفك شفرة قصة كاملة ونرتب أحداث يوم طويل ومتلخبط. القصة بتاعتنا هتبدأ من الآخر. تخيلوا معايا المشهد ده. الساعة 5 العصر. أخيراً قابلت أصحابي، بس كنت مرهق جداً وتعبان على الآخر. طيب ليه كنت تعبان؟ هنا بقى هنستخدم آلة الزمن بتاعتنا ونرجع لورا شوية عشان نعرف السبب. قبل ما أقابلهم أنا كنت امتحنت امتحان صعب لمدة ساعتين. حدث الامتحان ده هو الأقدم وهو سبب التعب، عشان كده استخدمنا معاه الماضي التام. طب وإزاي عرفت أحل في امتحان الصعب ده؟ يلا نرجع بالزمن خطوة أقدم كمان. أنا قدرت أجاوب على الأسئلة لأني كنت ذاكرت كويس قوي طول الصبح، يعني المذاكرة حصلت قبل الامتحان، عشان كده هي كمان في الماضي التام. شايفين إزاي بنبني القصة بالعكس؟ ولسه في دليل أخير بيفسر التعب والإرهاق ده. كنت كمان جعان جدا لأني ما كنتش أكلت أي حاجة من ساعة الفطار. ده يعتبر أقدم حدث في اليوم كله وهو السبب في الجوع، وعشان كده استخدمنا الماضي التام المنفي. ودلوقتي جه دوركم تكونوا المحققين. بناء على الأدلة اللي جمعناها دي، يا ترى إيه هو الترتيب الزمني الصح لأحداث اليوم ده من أوله لآخره؟ فكروا فيها. الماضي التام هو اللي ادانا خريطة زمنية للقصة كلها. المرة الجاية لما تيجوا تحكوا قصة بالإنجليزي، افتكروا إن معاكم آلة زمن خاصة بيكم اسمها الماضي التام.